يلقبه رجال السلطة برجل المهمات الصعبة. تمكن الرجل من مساعدة الملك محمد السادس في بناء مدن الشمال وعلى رأسهم مدينة طنجة. استطاع هذا الرجل إخماد حراك الريف المفتعل والإطاحة برؤوس خطيرة وكثيرة ترتعد منه بل تخشاه المقاولات الفاسدة، وأطاح بمئات الصفقات السوداء. قاهر الأشرار والمفسدين في صفوف رجال السلطة. فمن هو هذا الرجل؟ ولد السيد محمد يعقوبي الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واليا على جهة الرباط سنة القنيطرة وعاملا لعملة الرباط بتاريخ 30 من شتنبر 69 900 وألف ببركان. وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة المدنية من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية. مهني بوزارة التجهيز سنة 92 900 وألف، حيث شغل مهام مدير بمجموعة من الموانئ كميناء أكادير سنة 92 900 وألف، 93 900 وألف، وميناء طنطان سنة 95 900 وألف، وميناء العيون سنة 98 900 وألف، وميناء الجرف الأصفر سنة 2001. كما عين السيد محمد يعقوبي مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة دكال عمدة ابتداء من فاتح يونيو 2002، ثم لجهة طنجة تطوان ابتداء من فاتح أبريل 2004. وبتاريخ 22 من يونيو سنة 2005 تفضل جلالة الملك حفظه الله وعين السيد محمد يعقوبي عاملا على عمالة المضيق الفنيدق، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عينه جلالته واليا لولاية تطوان وعاملا على إقليم تطوان بتاريخ 26 من نوفمبر 2010. ولقد نال السيد محمد يعقوبي مجددا الثقة المولوية السامية، حيث عينه صاحب الجلالة واليا على جهة طنجة تطوان وعاملا على عمالة طنجة أصيلة بتاريخ 20 من يناير 2014، ثم واليا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة ابتداء من 13 أكتوبر 2015 بعد دخول التقسيم الإداري الجديد للمملكة حيز التنفيذ. وبتاريخ 7 من فبراير سنة 2019 جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ثقته السامية في شخص السيد محمد يعقوبي، فعينه جلالته واليا على جهة الرباط سنة القنيطرة وعاملا على عملة الرباط. السيد محمد يعقوبي متزوج وله 3 أبناء. وبتعليمات ملكية تم تفويضه اليوم 9 من مارس 2023 لتولي اختصاصات مهمة لوزير الداخلية، أهمها المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال والتوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.